الشارع اللي كل اصحاب محلات الحلويات مش عايزينك تعرفه. ليه؟ لانه بيبيع نفس حلاوه المولد اللي هم بيبيعوها بس باسعار ارخص كتير جدا. واقول لك على سر كمان، في محلات كبيره بتيجي تجيب بضاعتها من هنا وتبيعها لك انت بره بسعر اغلى. انت بيضحك عليك بره. احنا عندنا هنا كيلو الحلاوه بيبدا من 100 جنيه، وفي ب 120 جنيه تشكيلات كبيره، وفي ب 180 جنيه كلها مكسرات. بره اضربي دي 3 اضعاف. ده 80 جنيه فستق اهو، بندق 55، لوز 55، كاجو 55. ادي واحده حمام واحده لذيذه بالمكسرات ديت بكام؟ ب 60 جنيه. المني اهي دي ب 30 جنيه، بره ب 50 جنيه ديت، ودي ب 80 بره. الميزه بقى في الشارع ده ان انت تقدر تاخد علبه تعمل فيها التشكيله اللي انت عايزها وتحط فيها مكسرات كمان، وهيفضل سعرها ارخص من سعر المحلات بره. ودي علبه 3 كيلو فيها مكسرات، عارفين بكام بقى؟ 450 جنيه. والشارع ده مش حلاوه مولد بس، ده كمان فيه الهدايا اللي انت لازم تجيبها لخطيبتك علشان الجوازه ما تبص. الاسعار هنا جميله، من 40 لغايه 300 جنيه. ده عامله 100 جنيه، ده عامله 300، ده عامله 40 جنيه. ده انت هتلاقي العروسه الحلاوه الاصليه كمان ومعاها الحصان الحلاوه. خدوا بالكم بقى لان الشارع ده اخره الاربع الجاي، بعد كده المحلات دي كلها هتقفل. الشارع ده اسمه بين الحارات، قريب من رمسيس. بس نصيحه بقى، لو عايز تيجي هنا اوعى تيجي بالعربيه، احسن طريقه تيجي بالمترو. هتخرج من محطه الشهداء على اتجاه الفجاله، في الفجاله اسال عن شارع بين الحارات هيجيبوك هنا.